صحيت من النوم قبل كده ولقيت ظهرك ورقبتك كتفك واجعينك، ما جيت تسأل نفسك ايه السبب؟ ما لقيتش إجابة. في الفيديو ده هقولك ايه السبب ان انت بدأت تحس بوجع في ظهرك، وخصوصا في اللور باك، في الجزء اللي تحت ده. فهقولك ايه سبب الحاجة دي او ايه سبب الوجع ده. والإجابة هي باختصار ضعف عضلات الكور. فنيجي لسؤال مهم: ليه الكور مهم في جسم الإنسان؟ السبب باختصار وهو ضعف عضلات الكور. الكور عندك ضعيف. طب ايه هو الكور؟ الكور ده اللي شايل العمود الفقري بتاع حضرتك. فانت بتقعد كتير، بتقف كتير، بتسوق كتير، بتفضل تتمشى كتير، في حركة، الحوض نفسه عمال يتحرك، فظهرك ذات نفسه العضلات اللي جوه، العضلات العميقة اللي هي تسمى الكور، العضلات دي ذات نفسها بتبقى ضعيفة وانت ما بتتمرنش عليها، فبالتالي بيحصل وجع في اللور باك او بيحصل وجع في الظهر من تحت. الغضاريف او الحاجات دي بتيجي نتيجة ضعف العضلات دي. في الفيديو ده هقول لكم ايه هي تمارين الكور وازاي تتمرنوا عليها عشان تبعدوا عن وجع الظهر او الركبه او الرقبه. قبل ما اقول لكم على التمارين، في سؤال مهم محتاج ان انا اجاوب عليه: ليه اصلا بنتمرن تمارين كور؟ عشان نقوي العمود الفقري بتاعنا. حابب اقول لك ان تمارين الكور زي اي عضله في جسمك محتاجه ان هي تقوى، ومحتاجه ان انت تتمرن عليها بقدر الامكان، لان دي من اضعف العضلات واسرع العضلات اللي بتضعف. فبالتالي بيحصل اصابات، زي ان انت يجيلك غضروف في ظهرك، زي ان انت يجيلك وجع في ظهرك او في ركبتك او في رقبتك. كل ده نتيجه ان العضلات دي مش قويه. فبقدر الامكان اعملها، ممكن في البيت او في الجيم، عشان تقدر تحس ان ظهرك بقى احسن من غير وجع على مدار يوم. بس كده، لو استفدت من الفيديو ما تنساش تشيره لصاحبك وتصاحبه بيوجعه، واشوفكم في فيديو جديد.